هو انت مالتي تاسكر؟ يعني متعدد المهام؟ انا مالتي تاسكر. ما تفرحش قوي كده. طبعا ده سؤال شهير في الاتش ار انترفيو، وحضرتك دايما بتجاوب ان طبعا انا بقدر ان انا اعمل كذا مهمه في نفس الوقت. ولكن في الحقيقه هو ما فيش بني ادم ابدا يقدر يعمل مهمتين بنفس الكفاءه ونفس التركيز في نفس الوقت. فانت ما تقدرش ان انت تكون بتكتب رد على ايميل وفي نفس الوقت بتراجع الواتساب وكمان بتكمل شيت اكسل وبتقول ان انا هطلع الثلاثه بنفس الكفاءه. ده مش هيحصل. وكل مره انت هتبدل فيها بين المهام انت هتدفع ثمن ده وقت وتركيز. فتعالى لي كده يا مدير، عايزين نعمل مايند سيت شيفت للمفهوم الغلط اللي انت بتقول انا لما ابقى مالتي تاسكر وبعمل كذا مهمه في نفس الوقت انا كده هنجز بسرعه وهبقى اكفأ. ولكن الصح انك تقول لنفسك انا هدي لكل مهمه الوقت والتركيز بتاعها الكامل، لان كل مره انت بتبدل فيها دماغك بتحتاج وقت وتركيز علشان تقدر تعمل سويتش للمهمه الثانيه. ودي حاجه اسمها كونتكست سويتشنج، ان كل تبديله من دي دماغك هتحتاج من 10 ل 25 دقيقه عشان تقدر ترجع تاني لتركيزها بالكامل. ما هي ماشين، فانت لازم تعمل لها باور اوف وبعدين ترجع تعمل لها باور اون. وفي ابحاث كمان من جامعه ميشيغان بتقولك ان لما تبدل بين المهام انتاجيتك بتقل بنسبه 40%. فخطوه عمليه تقدر تعملها من النهارده، هنعمل تقنيه كده اسمها بومودورو. ايه التقنيه دي؟ 25-5. هتقسم الوقت بتاعك 25 دقيقه تعمل فيه التاسك و5 دقائق راحه، 25 دقيقه التاسك اللي بعده و5 دقائق راحه. ولما تعمل 4 تاسكات كل تاسك 25 دقيقة تبدأ بقى تاخد وقت راحة أطول. المهم إنك توقف إنك تبدل بين المهام خلال ال 25 دقيقة دول. أنت كده بتدرب دماغك اللي أنا لما هبدأ مهمة أنا هكمل فيها في خط مستقيم، مش هتمشي مخك في دوائر مفرغة وفي الآخر تحس بعدم الإنجاز. ما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل عشان هتعرف معايا في الحلقة الجاية إنك أوقات كتير مش بتتشتت، أنت بتهرب.